ريحة الحلة جيفة جيفة، واللي خلقك ريحته جيفة صح؟ يا نهار اسود، خسرت 25 جنيه. ما تكفيش حاجة في الطبق ده، طلع وحش. السلام عليكم، وبداية فيديو جديد من العيار التقيل. وفكرة فيديو النهارده يا جدعان هتكون عبارة عن ان احنا قررنا نخلط جميع انواع الاندومي اللي في السوق عموما. يعني قررنا من الاخر نعمل كده ماكسي اندومي جميل ونشارك التجربة معاكم انتوا ونشوف هي هتبقى حلوة ولا لا. واللي معانا في الفيديو بتاع النهارده محمد حمدينو. النهارده يا جدعان هنجرب تجربة طرش اول مرة نجربها. ما نعرفش بقى اذا كانت هتبقى وحشة ولا لا، بس احنا دي التجربة اللي احنا هنجربها. عايز اقول لكم يا جدعان ان احنا حرفيا دورت، مش عارف تقريبا الاندومي ناقص في السوق او هي انواع اتمنعت. انا ما لقيتش غير الطعم اللي هو باللحمه اللي احنا كلنا عارفينه، وكمان طعم الخضار وغير طعم الخضار كمان اللي هو الحر بقى. فانا النهارده من الاخر هنعمل كده ايه ميكس بقى، شوربه لحمه بخضار بشطه اللي هي بقى بص البيوت المصريه اصلا بتعملها، بس دي بقى بالاندومي بقى. ما لقيتش متوفر غير الثلاث انواع دول سوبر ماركت، ودورت في كذا حته. احنا دلوقتي نبتدي نجربها، يلا بينا. طبعا يا جدعان دلوقتي هنحط اول طعم وهو طعم اللحمه. نبتدي ان احنا زي ما انتم شايفين كده يا جدعان دلوقتي نحط اول طعم وهو طعم اللحمه. اهم حاجه بس البهارات. طبعا شوفوا تعبان، قدروا بقى واعملوا لايك واشتراك في القناه، لان زي ما انتم شايفين صوتي اصلا متضايق، مش قادر اصلا اتكلم. دي طبعا اهم حاجه البهارات. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان كل دي اصلا يعني ايه مكرونات. طبعا المكرونه الفرق بس في النكهه بتاعتها هي اللي مختلفه. اللحمه ودي الخضار. دي بقى بصوا الشطه بقى. ده بقى يا جدعان اللي اقسم بالله النودلز اللي هو الجلوكوز او الجلوكوز نودلز دوتي، اقسم بالله شطه الوحيده نار حمراء. الناس اللي بتقول انت بتأفور وانت بتعمل، شطتها الوحيده نار حمراء. يعني لو انت ميت من الساعه تعال خد كل جيب لك واحد من ده واضربه على طول. طبعا زي ما انتم شايفين دي بهارات اللحمه، دي بهارات الخضار، ودي الشطه شايفين دلوقتي كده. طبعا ما فيش غير لون دي اللي هي الكوكيز، دي اللي هي لونها مختلف، بس اما الباقي كله اصفر زي ما انتم شايفين كده. طبعا زي ما انتم شايفين بهارات الشطه لحمه والخضار. فات الميه على النار، نجيبها دلوقتي ونبتدي ان احنا نصبها ونستناها يعمل، ونبتدي في التجربه وندوق طعم اللذيذ. اهم حاجه بقى ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده وقدروا التعب اللي احنا بنتعبه، لان انا اقسم بالله تعبان ومعانا عارف اتكلم وبصور لكم الفيديو ده مخصوص عشان خاطر انزل لكم فيديو تتفرج عليه. طبعا الميه سخنه مولعه، انا مش عارف الصراحه، مش عارف احط وانا كبال على سفر والله دلوقتي انا بجيب البنات صوابع شاطر. ريحه الصراحه يا جدعان المكرونه اقسم بالله جميله. طيب يا جدعان دلوقتي زي ما انتم شايفين انا كبات، وتقريبا الميه زي ما انتم شايفين بقت شوربه بالهبل. ما عادش كده شكلها طلعت كتير. فانا دلوقتي هعمل ايه حركه بقى الفقاقه، هعمل كده اهو. بصوا استنى بقى دلوقتي كده كمان دقيقه او دقيقه او بس نص انت دقيقة، ونبتدي نرجع تاني عشان نطلعها من في الطبق، وبعد كده نحط البهارات ونبتدي. طيب يا جدعان دلوقتي عدت عليها بالظبط دقيقتين. بصوا بقى، شوف جمال الله على الحلويات. بصوا بقى شوفوا هنا بقت عامله ازاي. ايوه هو ده بقى السمك اللي احنا عايزينه. فاحنا عايزين نخلطها كده. حاسس ان هو عايز كمان شويه ميه. عيب عليك لما اقول هو لك. كتير، هو ما كتير. انا قلت لك 3 اكياس وبكسان بس كفايه كفايه يالا مش عقلك. الاندومي كتير. طب قلب بقى عشان يشربوا. انا يا جدعان بحب الفيديوهات الجامده اللي زي دي. ده اكله تاكل في عز الشتاء والساعه دي بقى. بص خلي عندك درجه الحراره 10 بص 50%. وينزل لك البواسير من 50 هنا على مئويه. طول. تاكل بس الكيس ده يجيب لك البواسير وقتيا. لا عسل الشغل. اي انا ما صباش. لا قلت لك لا، كيف بكل بص كيف بالثلاثه ده اهو فالحله ده وخلاص. دلوقتي نبتدي باول مهمه، وهي معاكم الشيف علي دعدور ان شاء الله ياكلك اكله توديك على الانعاش على طول. بصوا بقى يا جماعه، اول حاجه طبعا النهارده عشان واحد ياكل اكله لحمه ب 500 جنيه لوحده ماشي، ده كيلو لحمه. فانا النهارده يخليك توفر على الاسره كامله وتاكل ب 10 جنيه لحمه. والله الكيس بقى ب 7 و10 جنيه يا جدعان. انا جايبها 3 اكياس بان 3 بان والله 4 كانوا ب 25 جنيه. ما علينا. بص بقى سوارات بهارات اللي هو ده اول حطت بهارايه تمام. شويه دقيق
نيجي بقى على خلطة مين بقى؟ الله يسترها عليك. قلت لك مع الشيف علي دعدور تاكل من هنا تروح على الإنعاش على طول. خلطة شوربة الخضار. الله عليك يا شيف علي. ولا شوفوا بقى يا جدعان الانتكات. بس ما تخلصش هنا بقى. ايوه ومعاكم الشطه الموت اول لقطه. ربنا يستر. شايفين الجسم حلبش قد ايه؟ شوف جسم كبص. كتر الشطه دي تجيب بقى كلها. بصوا بقى يا جدعان. صور هنا صور هنا اهو. طب ما انا اهو مصور اهو. الشطه دي ولا شوفوا. بصوا بقى يا جدعان، انا عايز الفيديو ده يوصل ل 100 لايك. ده بقى عكش. هو ده اللي فعلا يا ممكن تجيب 2000 10 50. فلو عملتوا لايك والفيديو ده وصل ل 100 لايك او 50 لايك هصور لكم على طول الاندومي الكوري. عجبهم منين بقى؟ ما تسالونيش، هدور عليه واجيبه. ولا انت ودنك على احمر جد والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يما نروح الانعاش شويه. ريحة الحلة جيفة واللي خلقك ريحته جيفة صح؟ بس بدي خسرت 25 جنيه. شوفوا الشطة شايفينها؟ عليه مع نفسك عليه. لا حبيبي لا انت هتاكل. مش انت اللي قلت الفكرة دي مع نفسك؟ لا تاكل. ندوق الوقت ولا نغرف؟ انا ما اعرفش. نغرف يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده. مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. طبعا يا جدعان هي الريحة غير الطعم، بس انا بصوا يالا لا يا عم وربنا الريحة ريحتها وحشة، اما الريحة غير الطعم والطعم غير الريحة. يا جدعان دلوقتي هنبتدي بمحمد. انا عايز هو اللي يدوق. بصوا الطبق عامل ازاي. الطبق اهو. بصوا الطبق اهو. يلا كل كده معلقتك دوق. يلا بقى قبل ما يبوظ بقى عشان قول لي رايك وانا هدوق واقول رايي بصراحة. حلو ولا وحش؟ لما تدوق يا عم انت. كل بقى انت. كل انت الاول انا في الاخر. انا اخر واحد. ما تشمش يا عم. كل ريحته يا جدعان حلوه والله. كل يالا كمل الله. ما تطفش حاجه في الطبق ده طلع وحش. طعمه لا ما تهزرش. تاكل في جلد. طعمه شوف كده معلقتك. بصوا بقى يا جدعان انا بطل والبطل يخش ياكل على طول ما بيهموش. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت لك نكسره عشان ما يطلعش فيه. بسم الله. طعمه حلو صح؟ مشطشط شوية. ملوش طعم. هو في حرارة بس صح؟ ما انا اقول لك على حاجه. بصوا يا جدعان بفكر ارجع تاني في الحله واكل. انت يا سلام. اهو يبقى في ميته وشطته. والله يعني ما ملوش طعم يعني ولا منه. واستفدت بطعم اللحمه غير ان هو حار. دوق كده انت تاني. عارف له طعم والله يا جدعان. دوق يا سوخ. ما هوش حر قوي ولا سوخ. هتدفش في الطبق. ولا تعال جيب كل ده. لا استنى البتاع ده. بصوا يا جدعان هو طعمه في حراره. بصوا لحد دلوقتي انا مش يعني وقت الحله كده. والله بص هي اهو يا جدعان. بصوا عامل ازاي شوف فهي الحكايه كلها ان هو بس طعمه في حراره. يعني انا مش شايف مفيش طعم من حاجه تانية. يعني انا قاعد احاول من ساعتها ادوق واقلب واعمل مفيش اي طعم. فانا رجعت تاني في الحله اقلب شويه في ميه ونشوف تاني برضه هيظهر طعم ولا هيفضل على ما هو. بصوا هدوق اخر معلقه واقول لكم الطعم بصراحه لان انا لحد الان مش مميز اي طعم منه. بسم الله. قلبوا كده كويس في الميه. بصوا لا يا جدعان لما تقلب كويس في الميه في طعم السواد. جرب تاني. هو سخن ولا حار؟ حر يا جدعان وطعمه في يعني مدي على مسكر كده شويه بس لكن مش ضايق طعم اللحمه خالص فيه غير طعم الشطه هو اللي ظاهر قوي. وهو تقريبا النودلز او الكلوكوز ده هو اللي طعمه مسكر بس شويه. هو بصوا كطعم ما هوش وحش يعني بس انت ما انتش ضايق طعم اللحمه ولا طعم الخضار. يعني ما فيش غير طعم اللي هو الكلوكوز اللي انتوا شايفينه ده اللي طعمه ظاهر اللي هو طعم الشطه بتاعته حاره ومسكر بس شويه زي ما انتوا شايفين كده يا جدعان. ده شكله زي ما قلت لكم على طعمه. فبس كده يا جدعان ده كنا الفيديو
الفيديو بتاعت النهارده، وكمان دي نهايه التجربه بتاعتنا. لو عايزين نعمل لكم تجارب تانية كتيره بقى اكتبوا لنا اللي انتوا عايزينه واحنا هنجرب. هو طعمه اولا مفيش طعم لحمه ولا في طعم الخضار، مفيش غير طعم الحراره اللي موجوده، هو حراق شويه بس مش اكتر. فبس كده ده هتكون نهايه الفيديو بتاع النهارده ونهايه تجربه النهارده. نشوفكم الفيديو الجاي، سلام. لسه ما تقول يلا نشوفكم الفيديو الجاي، سلام.